في هذا الفيديو غادي نشارك معكم 7 نصائح ذهبية للاستعداد للامتحان الجهوي السنة الثالثة إعدادي أو أي امتحان كما كان. هذه النصائح غادي يساعدوك مزيان إن شاء الله باش تجيب نقطة مزيانة في الامتحان وتفرح والديك. ولكن قبل، حيت واخا تكون موجد للامتحان وضابط الأمور ديالك، ولكن إلا ما عرفتيش كيفاش تتعامل مع ورقة الامتحان نهار الامتحان تقدر تضيع بزاف ديال النقاط مهمة. إذن ملي تشوف هذا الفيديو سير الديسكريبسيون غادي تلقى تما واحد الفيديو اخر مهم جدا اللي هو كيفاش تتعامل مع ورقة الامتحان اثناء الامتحان، كيفاش تتعامل معها باش تجيب نقطة مزيانة. تفرج ليه حتى هو. إذن اول نصيحة هي إدارة الوقت بشكل فعال. يعني خصك تحدد واحد الوقت كافي للدراسة كل يوم. ماشي مهم تحدد بزاف ديال الوقت، المهم كل نهار خصك تقرا. مثلا غادي دير من 7 ل 9 هكذا، 2 السوايع 3 السوايع ولا بحال هكا 4 السوايع كل نهار، شويه الصباح شويه العشيه. المهم ضروري دير واحد الوقت للدراسة وتنظم الوقت ديالك وتقاد واحد الجدول مدروس للدراسة. يعني خصك تقادو نيشان، مثلا من 7 ل 9 ندير المواد ديال العلمية، من الصباح المواد ديال الحفاظة وما إلى ذلك. صافي. النصيحة الثانية هي الاستفادة. هادشي نصائح مهمة جدا من تجارب الامتحانات السابقة. يعني خصك تمشي تحل الاسئله ديال الامتحانات اللي دازو ديال العام اللي فات ولا العام اللي فات، الامتحانات جهويه دازو، خصك تمشي تخدمهم. ضروري تخدمهم باش تشوف كيفاش كيتحطوا هاد الامتحانات الجهوي. وشي خطره هكا غادي دير الكرونو، تحط واحد الامتحان جهوي ديال اي ماده وما عمرك خدمتيه، وتشوف وتحط راسك بحال راك في الامتحان الجهوي وتخدم، تدرب على راسك وتشوف الوقيته شحال دير جوج سوايع ديالك وتشوف شحال تجيب، وتمشي ديك الساعتين للتصحيح ديالو وشوف ديك الساعتين واش خدمتي مزيان ولا لا. غادي نحط هنا بزاف، كاين عندي بزاف ديال الامتحانات الجويه في ماده الرياضيات في القناه تقدر تشوفهم. وغادي نحط لكم واحد اللين تيليشارجيو منه الامتحانات الجويه على شكل بي دي اف باش دير فيهم هاد التجارب. ان شاء الله بارطاجيه مع صحابك باش تعمل الفائده. النصيحه الثالثه هو تنويع اساليب المراجعه. تنويع اساليب المراجعه. اذا كل خطره كيفاش نراجع؟ مره نستخدم الملخصات، ومره ندير اقلام ديال التضليل، ومره اوراق الملاحظه، هذه مهمه، هذه كذا، هذه الرئيسيه. يعني كل مره نلخص هذه، مره نحفظ هذه البارتيه، مره هذه خصني نفهمها، مره نعتمد على مخططات وملاحظات ذهنيه باش نسهل في الفهم. هذه المخططات مثلا هذه كتدي لهذه، وإلا جمعت هادو كتعطي هذه، كتحطهم في الدماغ ديالك باش كيسهلوا عليك الحفظ. يعني كل حاجه وكيفاش تتعامل معها. صافي. النصيحه الرابعه هي العنايه بالصحه. قد تبان لك هذه ماشي مهمه، ولكن الاهميه ديالها كبيره، حيت الا اعتنتي بالصحه الجسديه ديالك والذهنيه ديالك نهار الامتحان كتكون واجد مزيان ان شاء الله وتجيب نقطه مزيانه. باش غتعتمد عليها شويه ديال السبور، شويه ديال المشيه، وشويه ديال الراحه ضروري، وتبقى تاكل طعام صحي بعد عليك الوجبات السريعه والسكريات. يعني بنادم ينعس في الليل مرتاح، شويه ديال السبور، وياكل ماكله زوينه يبعد عليه الوجبات السريعه والسكريات، حيت التركيز ما كيبقاش، الدماغ ما كيبقاش خدام بزاف، وغادي يبعدك على المراجعه وما تكونش مركز مزيان نهار الامتحان. النصيحه الخامسه هو النوم الجيد. ضروري من الناس، ضروري خصك تاخذ القسط ديال الراحه ديالك باش تحفظ، حيت في الليل واخا تبقى تشد راسك ما غاديش تشد مزيان. يعني نعس مزيان باش تشد، خصوصا الليله ديال الامتحان خصك تنعس كافي. راه ما يمكنش ديك الليله عاد غادي تجي زعما انت تحفظ كلشي. ديك الليله صافي اللي الله عطاه نعس باش نهار الامتحان غتكون موجد. يعني واخا ديك الساعتين شي حوايج تكون غير ضربتي عليهم طليله يقدروا يرجعوا لك في الذاكره وتخدمهم تما. صافي. وتجنب السهر لتفادي التعب والارهاق اثناء الامتحان، يعني ما تبقاش تسهر بزاف. صافي. النصيحه السادسه هي تحديد الاولويات.
في المراجعه ديالك كنت كتحفظ، خصك تحدد الاولويات ديالك. هو تحديد الاولويات، هو خصك دراسه المواد بشكل منتظم وحدد الاولويات. هذه مثلا هي اللي مهمه، هذه مثلا راني عندي معها شويه خليها من بعد، هذه راه عندي صعيبه خصنا نركز عليها ونخدمها، هادو مثلا عندهم معامل بزاف خصني نركز عليهم نجيو فيهم مازال غادي نبارطاجي معكم المعاملات وما الى ذلك. يعني خصك تحدد معاملات، تراجع المواضيع الصعبه بعد المواضيع الاساسيه، المواضيع الاساسيه الاولى ومن بعد المواضيع الصعبه باش تجيب نقطه مزيانه. يعني ضروري هكا، ماشي غير كتجي تحفظ من طرف، ضروري كتحدد الاولويات ديالك. النصيحه الاخيره هي تقليل المشتتات. هذه نصيحه مهمه جدا. يعني داك الشيء خصك تبعد على الاجهزه الالكترونيه، التليفون، التلفازه وكذا، اللي كتقلل التركيز ديالك. صافي بغيتي تشوف شي تصحيح ديال شي تمرين، شي حاجه مهمه، صافي كتطلع عليها، كتضرب عليها طله وتشوفها وتخبر، ماشي كتبقى تسكرولي في انستغرام، تيك توك، كذا 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 حتى كتمشي الوقت هكاك وما ما كترجعش مزيان. وباش دير هادشي جهز واحد المكان زوين هادي للحفاظه، شي قنيته هكا في الدار، طويب لها الكرسي ديالك، التليفون ما تبقاش دير تما، ملي تبغي تراجع كتمشي تجلس تما وكتحفظ مزيان. يعني هادو هما النصائح المهمه اللي غادي يفيدوك مزيان ان شاء الله باش تساعد الامتحان الجهوي. بارطاجيها مع اصحابك باش تعم الفائده. شكرا جزيلا للمشاهده والى اللقاء.